السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين وحلقه جديده من ايفي سبارك. والحلقه دي مش هقول لكم مميزه كل مره، دي مميزه جدا، يعني مميزه ومميزه ومميزه، ثلاثه مميزه كده، لان احنا النهارده معانا شوندي. ازيك يا شوندي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شوندي؟ الحمد لله شودي. محدش فاهم يعني ايه شوندي دي، بس احنا الحلقه دي يعني هنتكلم فيها على شويه تفاصيل كده، شويه حاجات حلوه عن رحله الصين وتفاصيل رحله الصين. احنا كنا مع بعض تقريبا السنه اللي فاتت زي دلوقتي، او بعد شهر من دلوقتي تقريبا. العيد الصغير. كنا فين؟ كنا في الصين. كنا في الصين. فتعالوا بقى ايه، نشوف رحله الصين ونشوف الرجاله دي في الصين عملوا ايه والاوضاع كانت عامله ازاي ورحله الصين كانت تفاصيلها ايه. يلا بينا. طب هنسأل سؤال كده، احنا اصلا رايحين الصين عشان العربيات اكيد، يعني من الرحله عشان العربيات. فهي اكتر عربيه اتبسطنا بيها، انت اتبسطت بيها وبعد كده نشوف حمدي اتبسط بيها ايه اتبسطت بيها كايه؟ كسواقه. هي كسواقه كانت الاي ام طبعا. انت شفت الاي ام؟ طب انت رايك نفس الكلام اعتقد. اكيد. اي ام احنا قعدنا لو تفتكر قعدنا نسأل بعضينا هو في ايه؟ السر ورا هم الموضوع؟ عاملينها ازاي يعني؟ صح هي صح، كانت السر ورا اللعبه الموضوع. هم عاملينها ازاي؟ بس اكتر عربيه فاجئتني، انا عارف ان اي ام شاطرين قوي لا ما كنتش اعرف. لا انا عارف ان هم شاطرين قوي، بس مش الدرجه دي. مم. بس اكتر عربيه كانت مفاجاه بالنسبه لي التانجل. مفاجاه. مش احسن بيرفورمانس في الدنيا، مش احسن هاندل ما في سوقتهاش الدنيا، معاكم هناك، بس فعلا ما سوقتها هنا. بس تانجل مفاجأة. مفاجاه. انا حمد. رايي اخر تماما، يعني انا كان عندي الهانقل. ايه ده؟ انت سوقتها؟ لا ما سوتهاش، بس بقى الاحساس بتاع الخطفه بتاعت الاكسلريشن كان مختلف تماما الصراحه. طب فرقت عن الهاند القديمه فرقت جدا عشان الاكسلريشن؟ عشان الاكسلريشن، بس كان الستابيليتي مش احسن حاجه. انا استقبلت ما حسيتش فيه تطور بين ما الهاند كانش ال تطور. والهاند الجديد، كانش والهاند القديمه والهاند ال. ما هو ما فيش تغيير في البلاتفورم تقريبا نفس البلاتفورم. السسبنشن لكن الخطفه بتاعت الاكسلريشن كانت 1000 حصان يا جماعه. 1000 وكام؟ 1100 1100 تقريبا، هي 2.7 سكندز، فكانت خطفه قويه جدا الصراحه. كانت صعبه شويه. انت اي ام وانت اللي هنقل. انا اي ام بصراحه، اي ام. وانا اي ام وانت اي ام برضه. تحديدا ال 6 ال6 اللي هي اسمها هنا اي ام 6 اي ام 5. ونفس الاستغراب ده في ال اس 6، لان عشان انت SUV. برضه عربيه اس يو في. آه. انا فاكر انت كان في فيديو كده انت كنت مصورني من بره، انا كنت 150. مدريفت بالعربيات. غير ان انت تروح اصلا من لين للين وجسم العربيه من بره ما تبقاش شايفه. نحاول عندي نحط احساس لهم- جوه، انت عندك صوره، انت حاول كان نحط عندك لهم صوره. فيديوهات دي لا، في كانت فيديوهات كتير موجودة للاي العربية ام. تقريبا شبه ما بتميلش. اه طب لا، انا الاي ام كده كانت تحفه، كانت حلوه قوي. كده سالت السؤال الدرايف بتاعي. اكسبيرينس كانت لطيفه خالص. ما كانش body roll مختلفه خالص. على السعر ده، كان تحديدا تاخده في السعر ده كان غريب. طيب السؤال بقى، سؤالي. سؤالك خلينا انت. نمشيها كده واحده واحده. ماشي، بس حلو اللي أوي. خلص اسئلته الاول. ماشي. دلوقتي انت ليه رحت الصين؟ يعني احنا عندنا يمكن اسبابنا شغلنا، صح؟ صح انت عميل صاحبنا بس صح. عميل. صح رحت صح. الصين ليه؟ قول لي. صح. هقول لك انا حاجه، في حد صيني هناك عرفته، هو كان مستغرب ان انا بقول له انا رايح الصين ومسافر كل المسافه دي بس عشان اجرب عربيات. ايوه فاكرين الاعلان؟ كنت اقول له يا جدعان مفيش اكل، يعني برومو، فاكر البرومو أيوة بتاع صح، رحله صح، الصين؟ صح. اقول له مفيش اكل، يقول لي صح. بس في عربيات. اقول له مفيش اكل وفي عربيات. صح معاك لو في حاجه. متأكد؟ الصينيين في عربيات. الصين هناك بعيد، في عربيات. مفيش أكل، بس في عربيات بس مفيش أكل، يا ريس، في عربيات. مفيش حططة. عربيات تاني هقول أكيد. اكيد يلا بينا، معاك. يلا بينا. يلا بينا. فهو الراجل استغرب، بس بقول لي انت جاي هنا سياحه ولا جاي شغل ولا جاي ايه؟ سياحه عربيات. قلت له قلت له انا جايش اجرب عربيات، اللي هو كان يعني فاتح بقه، شبه فاتح بقه مستغرب ان انا كل المسافه دي بس عشان اجرب عربيات. وانت لو تشوف رحلتنا اللي في الصين كانت كلها، انا كنت 15 يوم ما معاكم، تدورش حاجه على من العربية. 10 ل 11 يوم كان تجربه عربيات. تست عربيات. لا، احنا بنروح الصبح نبيت لحد الساعه 7 لحد ما يقفلوا، نشوف بقى هنتغدى هنعمل ايه في يومنا، بس كانت الدنيا ماشيه كده. وانت رحت الصين ليه؟ كانت تجربه فريده من نوعها الصراحه، بس هي كان اغلبها للشغل طبعا. صح؟ ما احنا رايحين نشوف اكل عيشنا بصراحه، رايحين نشتغل والله. انا الهلاس الوحيد بص، لا مش هلاس. انت عارف ان انا رحله الصين دي انا بتلكك يعني بالشغل اصلا. انا ببقى نفسي هموت واروح، يعني صح. انا كل سنه ببقى نفسي قوي او مستني رحله الصين دي وبتلكك بالشغل. انا عندي شغل رايح الصين، رغم في شويه حاجات هناك صعبه، يعني كانوا عنها بقى شويه، في شويه هناك كلكعه، والموضوع برضو مش سياحه قوي، يعني ما حدش بيروح يعمل سياحه في الصين، يعني الموضوع مش لا دلوقتي بقى فيه. ماشي. بس احنا ما كانش عندنا الفرصه في إن حاجه نعمل ده. ناقصه، مفيش اكل. قلنا مفيش اكل، في عذاب استعودنا هناك. يعني. كان عندي سؤال مدام، كانت الاكل موضوع صعب جدا هناك وكنا بنتعب فيه، فايه احلى اكله اكلتوها؟ يعني ايه بدل اوحش اكل؟ يا لهوي، احلى اكل انا اوحش فيها لا، دلوقتي. المحشي لما رجعت
دي احلى اكله كده. لا وز احلى اكله في الصين. انا عارف بس انا ما في يعني معناه ان هو ما فيش. لا احلى اكله هقول لك أنا. انت فاكر طب حاجه ما احنا مع شهرين في شنزن لما اكلنا مره تشيكن سويت اند ساور. ده المطعم ده رحنا له مشي، ده كان بعيد شويه. أيوة. ده فاكره المطعم ده سويت اند ساور كان لذيذ. بس لا عارف كان احلى حاجه ايه؟ انا اقول لك انت ايه؟ ايه؟ المانجا المجففه. هي دي مش اكله بس السنين عليهم حاجه تسد الجوع. السنين عليهم شويه فاكهه مجففه تحفه. يعني هم هناك السناكس بتاعتهم يعني ودي حرقنا السؤال بعديه احلى سناكس ايه. بس هناك السناكس بتاعتهم فاكهه مجففه هناك ده اسلوب حياه. يعني هو انت شفتوا الكلام ده فاكهه صح. جوافه اناناس تفاح مجفف طعمه تحفه بيوجع السنان وفضلت اسبوع سنه وجعاني بس يعني طعمه فظيع. بس احلى اكله مش لا ما فيش. انا قلت لك المحشي لما رجعت. لا كان في اكل حلو. لا كان في اكل حلو في خزة. في خزة كان فيها اكل حلو. الجمبري بيبي جمبري اطفال الجمبري كان جميل. انتوا بتعملوا حاجات من ورايا يعني. ايوه ما انت مشيت من هنا واحنا انت بقينا الصينيين من ناحيه ثانيه. لا كان في بيبي جمبري كده جمبري صغنن كده هو مش محمر قوي كده. مقلي يا جماعه ده احنا محمر. كنا بنروح لا وبيتاكل بص هو بيتاكل طبعا ما فيش تقشير هو اكل جماعي كده. لا هو كله هو الجمبريه سلطه مالطه بحالتها كده يعني. اذا هي على بعضها. يعني قصدك ان من كتر ما احنا صغير ما بتقطعش حتتين ثلاثه. لا ما فيش. هي بتشوف السكس كده كانت لذيذه خفيفه ولذيذه يعني. انا فاكر احنا من كتر ما كناش لاقيين الاكل الصيني بتاعهم اللي هو الاكل البابليك اللي هو بتلاقيه في المحلات اللي احنا بنجيبه ده وندور على محلات مسلمه وكذا. فاكر اليوم اللي رحنا اكلنا فيه من بيتزا هات. عشان بس احنا مش قادرين خلاص نكمل الموضوع بكده. هو هناك حتى يعني حتى المطاعم العالميه او الغربيه كلها سواء كيف سي او ماكدونالدز او حاجه زي كده عشان اعرف حاجه حلال ناكلها من هناك. انا لما نزلنا المطار شربنا بيبسي واكلنا فرايز بس. فكرنيش احنا بيتنا في المطار اصلا. احنا مش نزلنا المطار احنا بيتنا في المطار. طيب ايه اول انا كنت يعني دي تاني او ثالث مره اروح الصين. انتوا كنتوا اول مره تروحوا الصين مظبوط. فانا انا عايزكم تدوني يعني كل واحد كده دي بص معاك ربع ساعه. لا ده اكتر. كل واحد يقول لي اول انطباع اول ما رجل كده خطت الاراضي الصينيه. او يعني اول حاجه انت رحله تقريبا بنتكلم في 38 ساعه قريبه من 40 ساعه ما فيهاش نوم ما فيهاش اي حاجه. مش في الطياره ما فيش طاقه. طب مش في الطياره لا ما بعرفش يعني بخطف كده. ممكن الطياره برضو انت قاعد ومرتاح. ايوه ما فيهاش راحه يعني انت بتخطف 10 دقايق ربع ساعه تصحى. ففضلنا احنا سافرنا يوم الثلاث بالليل كان يوم الوقفه صح. كان تاني يوم العيد. كان تاني يوم العيد او ثالث يوم العيد. كان يوم 3 بالليل. وصلنا الصبح دبي. اخذنا الطياره من دبي تقريبا الساعه 10 الصبح كان يوم الاربع. وصلنا 10 بالليل جوانزو. المفروض كانوا نبقى حاجزين تذكره قطر تذكره قطر وده فاتنا طبعا. ففضلنا قاعدين في مطار جوانزو من 10 بالليل لحد تقريبا 8 الصبح. احنا قاعدين ليه بقى بننتشر. فاكر كان كان في حاجات. احنا رحنا قطر ولا طيران في الاخر؟ لا رحنا طيران. رحنا طيران وما كانش في طيران بالليل. دي حاجه غريبه ما كانش في قوي. طيران بالليل وما كانش في قطر بالليل. مفيش طيران داخلي مش بالليل. اي حاجه بالليل اصلا. مش فاهم ليه هو ليه مفيش طيران داخلي بالليل. احنا ما لسه بقى احنا عندك فكرة غربة على عن البلد. ما اعرفش الصراحه بس كان موضوع غريب قوي. كان اول مره اشوف مطار بيقفل بيقفل صح بيقفل يعني. ضلموا النور يا جماعه والصينيين كل واحد راكب له كرسي وحاطط الحاجات احنا حتى ما كناش لاقيين اماكن ننام يعني ما كناش لاقيين اماكن ننام حرفيا. مش لاقيين طبعا. والاكل اللي على الطياره برده مش افضل حاجه. نزلنا ندور ما لقيناش حاجه حلال. رحنا جبنا بيبسي وفرايز. فضلنا مقضيين يومنا لحد الساعه 8 الصبح في جوانزو. خدنا الطياره 8 الصبح وصلنا تقريبا الظهر. كنا تشينج داو ده كنا فين؟ شاندونج. في جنن. احنا ما نزلناش جنن. احنا نزلنا المطار. مطار جنن. ده مطار جنن دي والله. قعدنا 3 ساعات نروح لكده. صح بالظبط. قعدنا 3 ساعات بالعربيه. انتوا متخيلين مأساة. بعد كده ايه ننزل بقى خلاص المفروض نبقى مفرفرين ومش قادرين ومحدش قادر يعمل حاجه. لقيت عندي طاقه جدا عادي ان احنا نروح نبص اول عربيه بقى واشوف. ولا شفت اول حاجه لما نزلنا المطار. انت كان عندك طاقه انا كنت بنام منكم. بس بعد كده الطاقه كنت واقع منكم يا جدعان. جات لك اول حاجه شفتها في المطار العربيه اللي كان شكلها غريب قوي اللي هي بتاعت لي اوتو. العربيه اللي عامله زي القطر دي الميجا. الميجا. بس فانت اتفاجئت. انت عارف ان انت احلام وتيجي بقى تشوف الكلام ده على الواقع. انا مش قادر يا جدعان كنت عايز انام يعني. وكملنا احنا رايحين يوم. احنا وصلنا الفندق الساعه يوم الخميس بالليل الساعه 8 9 بالليل. احنا متحركين الثلاث وصلنا الخميس يعني. ده حرفيا ده اللي حصل. ويعني ما وصلناش الخميس ريحنا على طول. احنا اول ما وصلنا الخميس رحنا نشوف شويه عربيات. لا وصلنا الخميس بالليل بقى يعني خلاص قضينا يوم الخميس عادي. وصلنا الخميس الصبح او العصر تقريبا ظهر كده وكملنا اليوم وروحنا روحنا على الفندق بقى. كانت في حدود 7 8 بالليل. ايه الانطباع برضه؟ انطباع انت انبهار. انبهار انبهرت ده طبعا بكل حاجه. كل حاجه.
يعني قول لي طب في تفصيله في المطار كانت مبهره؟ لا مطار جوانزو فاكر الشاشه الكبيره قوي اللي بتقف قدامها تروح جايه جايبك بالكاميرا أيوة، تقول لك لو انت عايز تروح آه. اي جيت وتذكرتك وتطلع لك تذكرتك وتطلع لك كل حاجه. آه. دي كانت تفصيله مبهره طبعا، ما شفتهاش في اي مطار تاني. يعني مطار دبي ما كانش فيه حاجه زي كده. مش فاكر والله. لا المطار بتاعهم اصلا وحجمه ونظافته والدنيا المطار كان طويل قوي كبير قوي. وكمان حتى المطار اللي رحناه في جيلن ده يعني مطار برضه نظيف جدا وتخرج بس بره. المطار بالنظام صغير. هي جيلن دي بتهيألي حاجه عشان الناس تبقى فاهمه، هي محافظه اقل من المنصوره، اقل من الشرقيه، يعني ممكن حاجه حاجه كده في الليفل ده يعني أقل من أقل. كده. بس اتفرج بقى على الخضار والطرق والنظافه يعني مش عايز اقول لكم الفندق اللي احنا كنا فيه في حاجه زي قريه كده، هو مش موجود عندنا اصلا في بس هي مش حاجات في قريه القاهرة يعني، هي مش قريه خالص، هي القريه دي لها زي بنها. بس الناس اللي بتنزل عليها كده. ايوه بالنسبه للصين هي قريه. انت على فكره أنا كل الاماكن اللي رحناها هناك هتلاقيها نفس الطرق النظيفه. اه قليل قوي الاماكن اللي الليفل قريب من بعضه تقريبا جدا جدا، ما تلاقيش بقى حاجه زي عندنا القاهره وجيزه وخلاص وبعد لا كده لا الباقي لا كله في حته تانية. لا هم تقريبا ونفس شكل المباني. يعني في عمارات عندهم كده واحنا ماشيين في الطرق، عمارات بتتبني عاليه قوي كده دايما، ومش غالبا موجوده في كل دايما الاماكن نطلع عندهم. اصحاب في اغلب المدن. هي مش عارف انها تحط، بس هي دي شكلها غالبا حاجات سكنيه. اغلب المدن. فده انطباع رحنا بتاخده مره وانت واحد ماشي صاحبنا من كان أي ساكن في الدور مدينة من 32 فاكر؟ ايوه ساكن ساكن في الدور 32. والانفاق اللي تحت الجبل مناظر عمرك ما بتشوفها في القطر دي. والاخضر بقى ده، الاخضر ده انت وانت في الطياره فوق شايف الدنيا خضار. لما رجعنا مصر هنا لو تفتكر الدنيا صفار، في تراب تحت. هناك الدنيا كلها اخضر في اخضر يعني. طيب قول لي بقى ايه انطباعك بس ما تغشش مني. انا قلت كل حاجه. هو تقريبا باشمهندس علي قال كل حاجه، بس احنا كنا احنا شندي يا عم، ازاي هو شندي يا جماعه اللي هيروح معاه الصين ياخد الشنديه. عرفت انت جندي مجند شندي مشند كده، انت بقيت شندي خلاص، ما دام انت رحت معانا بقيت شندي. قول لي بقى شندي علي. كنا انا فاكر اول ما نزلنا جوانزو هقول لكم ايه شندي. نزلنا انا وشندي علي قعدنا نتفرج على عربيات، نلقط عربيات الكهرباء. فين عربيات الكهرباء اللي قد ايه؟ انا وهو ده خرجنا فين في جوانزو؟ في جوانزو انتوا طلعتوا بره. ايوه صح صح. لما بنطلع بره بيطلعوك بره عشان تشرب السيجاره بره المطار، بتقعد في الحته اللي هي بتبقى العربيات بتقف تستنى تنزل الناس وكده. طلعنا انا هو، انا كنت طالع بره اعد، ما انا مستني بقى. ايوه لقيت الموضوع بقيت في الصين، طلعنا قعدنا شويه لقيته جه، فقعدنا نعد العربيات الكهرباء قد ايه والعربيات البنزين قد ايه. فانت من وسط مثلا ما عدينا 100 عربيه لقينا عربيتين 3 بنزين والباقي كله كهرباء يا اما هايبرد. النمر هناك بتعرفها من الاخضر، يعني لو نمر اخضر بتبقى العربيه دي هايبرد او كهرباء، لو النمر زرقاء صح. لو النمر زرقاء دي بنزين. انت عارف في فرق بين الهايبرد والكهرباء في الخضر؟ يعني الاثنين خضر بس في فرق حرف يقول لك هايبرد ولا كهرباء؟ ما اعرفوش. مش فاكره كان اف تقريبا. لا مش عارف في فرق حرف الموسوعه بتاعتنا يقول لنا بقى. مش فاكر فرق. فلا والله نسيت الراجل ده كل المعلومات تطلع عنده بصراحه. هو ده الموسوعه فعلا. في رقم في اول حرف في البليت كان بيحدد هي كهرباء بيقول ولا هي هايبرد. كهرباء بس كده ما دام خضرا تبقى كهرباء. كمل. غير كده كان انبهار طبعا باللغه بتاعتهم والطريقه اللي بيتعاملوا بيها. انا فاكر اول ما وصلنا المطار وقعدنا ال8 ساعات بتوعنا، اول ما جت الساعه 7 الصبح كان المطار اتملى فجاه، يعني أيوة. الموظفين كلهم كده طلعوا من تحت الارض. ما تعرفش هم منين. كان الدنيا فاضيه خالص. فعندهم التزام بالمواعيد جامد، ده اتمنى نشوفه عندنا. كان ده الحته الاولانيه. كان في شواحن كتير في كل حته للموبايلات، حتى مهتمين جدا. ده فعلا. يعني انت بتشحن، انا فاكر السكوترز دي تقف تشحن السكوتر بتاعك وفوق يبقى فيه شحن للموبايل. نقطه السكوترز برضو كانت نقطه السكوتر كتير جدا، كتير جدا في كل حته، مش بس في مدينه ولا مش منتشره في الصين كلها. ده اي حته كنا بنروحها تلاقي المكان كله سكوترز. احنا كانت فسحتنا السكوترز بالليل. والله صحيح بقى رايحين نشتغل بقى. ما تفضحناش، احنا رايحين نشتغل. مفيش مانع من شويه. لا ما احنا كنا رايحين نشتغل مش رايحين نتفسح. ايوه احنا اشتغلنا جامد قوي. اشتغلنا سوقنا سكوترز وعملنا حاجات حلوه. هو انا المره دي ما انبهرش قوي او ما اتخضيتش قوي، بس انا اتخضيت قوي في المره الاولانيه. طبيعي بدايه كانت اول مره، وكان في بقى ظروف يعني اتمنى نعيش مع بعض بقى المره الجايه. الشتاء في الصين. انا نزلت في تشينغدا، احنا ما رحناش المره دي، في شاندونج برضو بس احنا ما رحناش المره دي كانت اول مره اشوف ثلج بقى في حياتي بقى. ثلج بجد بقى، في ثلج بجد، ثلج بجد بقى. احنا كويس كابات وجواكت كان العيال الصغيره تلاقي مثلا قاعد زي اللي عندنا كده قاعد على حرف الترعه وقاعد على حرف النهر بتزحلق. لا وبنته بتلعب بالسكيت على النيل المتجمد، انت فاهم يعني متجمد تماما، يعني هو شايف طفله صغيره بتلعب وهو قاعد بيتفرج عليه. فكان البرد بالنسبه لي شيء مفاجئ جدا، مش مفاجئ بس كان شيء بالنسبه لي
غريب ما شفتوش يعني ما شفتوش احنا قبل كده. احنا ما بنشوفوش فعلا. انا نفسي اشوف التلج ده الصراحه، نفسي ما أنا العب كان بالتلج. عندنا امل. ما انا ليه احنا كنا مسافرين تقريبا بعد توقيته حاجه بسيطه بسيطه حاجه بسيطه يعني هو بس السنه اختفى. قبلها السنه قبلها كنت انت مسافر في شهر 2. لا السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها دي انا فاكر كان عيد ميلادي وانا هناك. انا كنت هناك في 12. انا رحت في نص 12 تقريبا. في فرق. سيزون كام في فرق. لا يعني كان خريف شتاء يعني بالظبط كانت حاجه في النص يعني شهر مايع كده حاجه مش ما كانش احنا المره دي ما كناش لا صيف ولا شتاء يعني كنا حته في النص. لا بس جوانزو حر. جوانزو حر ومطر. مطرت على ايامنا لا. كتير. مطرت واحنا بعد انت مشيت ما انا كل حاجه حصل بعد كانش في دقيقتين من غير مطر. ما احنا قعدنا برضو كتير انت قعدت شويه ومشيت. فكان الجو البرد ده كان مفاجاه بالنسبه لي. تاني حاجه العربيات الكهرباء بغباء يعني جوانزو جي سي. ايوه احنا بقى انا بقول لك احنا هو قعدنا ساعه تقريبا يعني لو قلنا ساعه هنقول شفنا 100 عربيه كهرباء، عربيتين 3 بنزين، ده حرفيا احنا قاعدين نعد فاضيين بقى مش 8 ساعات قاعدين. في جي سي مثلا الاين واي دي هناك اكتر من الفيرنا. هنا فيرنا ايه اكتر من الفيرنا واللانوس والبي واي ديهات اللي في مصر البنزين مجتمعين. عربيه من انتاج جي سي، والمصنع اصلا بتاع جي سي في جوانزو اصلا. فالعربيه منتشره هناك تاكسي بطريقه بشعه، تاكسي وديدي وكل حاجه بطريقه مبهره. من اول ما نزلت من الطياره وانا لقيت اصلا العربيه الجايد بتاعه ايوه اللي كانت قدام الجايد بتاع الطياره. لا الجايد بتاع الطياره نفسها اللي كانت وولت مستر اي 5. وولت مستر دي شركه فلست وقفت دبليو ام. فعرفت ساعتها ان هلاقي هنشوف كل حاجه في كل حته يعني. بس هي بتختلف من محافظات لمحافظه يعني. جوانزو لا كانت مليانه. هقول لك ليه بقى. لا ده مش مليانه بقى. ده احنا اصلا احنا مثلا لما رحنا شنغهاي كان في نوع اللي هو الروي دي اللي هي تبع ام جي. ايوه اللي هي بتبقى علامه عامله زي الكاديلاك كده شويه تبع سايك. مرتبطه في الشوارع بنزين لا كهرباء وهايبريد. لما سرشنا على القصه لقينا ان هم عندهم هناك كل مقاطعه فيها مصنع. فالمصنع ده زي احنا طبعا احنا ممكن احنا يا جماعه ممكن تمشي مثلا 2000 3000 كيلو من مقاطعه لمقاطعه، فتعتبر دوله ثانيه يعني كاننا من هنا الامارات اصلا مثلا يعني. احنا انت فاكر الطياره الداخليه دي خدت 3 ساعات في الجو بس بالظبط مش من هنا الامارات فعلا من هنا الامارات. فتلاقي مثا شنغهاي كان فيها روي مين اللي كان فيه بي واي دي؟ شنزن بي واي دي رحت جوانزو جي سي. قعدت اقول لكم رحت شنزن مركز ما هعوضها لك ما تقلقش حقك عليا انا خلناكم رحت شنزن من غير معلش. طيب شايفين الرحله يعني بغض النظر تتكرر تاني ولا لا، بس شايفين الرحله كانت فاليو فور برايس يعني تستحق اللي دفعناه؟ طبعا انت يعني لو احنا خلي بالك الطيران كان غالي جدا او طبعا دلوقتي مفيش اغلى بس انا ظروفي في حجز الطيران كانت غاليه جدا عشان انا حجزت متاخر لو تفتكر. احنا كنا حجزنا متاخر عشان التاشيره صح؟ كانت لسه ما طلعتش. كانت التاشيره لسه ما طلعتش. انا اخر حد طلعت للتاشيره فحجزت قبل السفر بيومين 3 عشان كده كان تذكره الطيران عندي غاليه. طيب الاكسبيرينس كلها تستحق الرقم اللي دفعته في الرحله اوفرول كله من اولها جدا طبعا جدا. انت عارف ازاي انا بالنسبه لي السين دي بقت ازاي؟ لو انا عايز اروح اصيف يعني لو حد مش انت بتروح مثلا ايوه اسبوع هو هتبقى الحاجه اللي هتبسطني. ايوه خلاص وانا هتبسط في الصين هروح الصين اتبسط ده فعلا. اسالكم انا سؤال ولا انت خلاص حمدي مردش ولا رد ولا ايه؟ انا ما دفعتش حاجه اجابه صادمه. شوف اسال كده سؤال بس سؤال من اسئلتي ثانيه واحده. ايه اكتر مدينه انبسطت فيها؟ جنن. لا خزي يعني ركز بقى. ما هي دي اللي كان فيها المربع الذهبي. انا كان نفسي اتفرج جينجو. ايه جينجو اللي فيها المربع الذهبي دي اكتر مدينه انبسطت فيها. وجنن برضو بصراحه. انا معلش عايز اقول حاجه بس. انا كان نفسي اتفرجوا على الشنود دول. احنا منزلنا زي ما قلنا على جنن ومن جنن على خازي، فكلها اماكن تعتبر شعبيه او يعني قرى ما فيهاش وافدين كتير او يعني ناس وافدين كتير. فطبعا كل اللي بيشوفنا الناس كلها متنحنا كده والناس كلها مستغربه ايه الكائنات الغريبه اللي وشها كله شعر وايه الاحجام دي اصلا طوله عرض يعني.
فبالنسبه لهم حاجات يعني شكلنا مريب، يعني شكلنا حاجه غريبه. كانوا بيتصوروا معانا كتير. وبتصوروا معانا ده في اول يعني يوم لما نزلنا المول. حاسس انها نجم يعني. انا اروح الصين كل شويه ناس جايين يتصوروا معايا. المهم انت السوق ده ولا ايه؟ فاحنا فضلنا هناك كام يوم ماشي. وبعد كده قلت لهم انا خلاص تعالوا بقى نروح جوانزو، عشان هي جوانزو دي هي الصين بالنسبه لي، انا لازم اعدي على جوانزو. يعني انا حاسس ان حتى لو ما عنديش اي شغل في جوانزو رحنا 3 ايام ولا 4 لازم ايام اروح في الآخر. جوانزو. يعني لازم بس لا أروح ما جوانزو. انبسطتش في جوانزو بصراحة. هقول لك اصبر. احنا رحنا جوانزو ماشي. وهم طبعا ايه الرجاله بقى لنا تقريبا 7 ايام او 10 ايام، داخلين في 10 ايام مفيش حد بيتكلم عربي، مفيش حد بيتكلم انجليزي اصلا. يعني احنا على الله كله كلنا بنخبط مع بعض بنظبط عشان الدنيا ننزل معلومة. ونهاو وميو وتايجويلا والدنيا حلوه. رحنا جوانزو، دخلنا نزلنا كنا رايحين بالقطر، طبعا القطر تقريبا 7 ساعات. 7 ساعات. بعد 7 ساعات نزلنا جوانزو. تصدق صح انا افتكرت حاجه، فرحنا شفتها الشارع. بتمطر واحنا في القطر. فرحنا الشارع بتاع تشاو باي. تشاو باي ده شارع يعتبر عربي كله، فكله مطاعم وبتاع. فلسه دخلنا اول مطعم نتغدى، خلاص احنا ما اكلناش بقالنا يوم تقريبا. فلسه داخلين راح بيقول السلام عليكم. انا السلام عليكم دي بقى انا حسيت بالاحساس ده يا جماعه. اول يوم كنت رايح الصين لوحدي اول مره. انا قعدت تقريبا بعيد عن جوانزو تقريبا يعني في لفه كده شغل حوالي شهر. فاخر اسبوع في الشهر ده انا رحت فين؟ جونزو تاني. عارف انت اول ما انا خلي بالكم انتوا كنتوا معايا فكنا بنتكلم عربي. ايوه معاكم كنا لا حد بنتكلم. يسألك انت انا كنت هناك مطلوب انا من شجرة. اول ما نزلت جوانزو دخلت مطعم يمني بتاع حضرموت ده. احنا رحنا مع بعض. اكلنا فيه مرتين 3 رحت حضرموت. تصدق انا نسيت اصلا لقيته الاكل بيقول لي ده. السلام عليكم. كان نفسي اقوم اخده بالحضن. يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وحشتني يا جدع. المهم نرجع لموضوعنا. لما نزلنا على المطعم اول مره، هم قاعدين الاثنين باصين يعني. فانا مش واخد بالي والله، يعني مش واخد بالي ان الصدمه دي تحصل. قال لهم في ايه؟ قال لي ايه في الصين فين؟ الصين ايه؟ المطعم كله عرب، اصحاب المطعم عربي، والشباب الويتر وكل الناس تقريبا عرب. يمنيين صح؟ لا يمنيين. انا بتكلم عن المطعم بتاع السوري الاردني اللي طلع سوري ده ولا لبناني. كان في واحد مصري اللي سابنا ومشي والراجل التاني قال لك هم المصريين. ايوه احنا مصريين. ف انا فاكر برضو اول ما دخلنا المطعم فتح لنا الباب بيقول سلام عليكم المصري، مش سلام عليكم. السلام عليكم. واحنا سلام كمان عليكم. عليكم فرايد تشيكن، فقال لك الفرايد تشيكن بتاخر فهو اتضايق ومشي عشان كده. لو كنت طلبت شاورما كان ايوه صح. ايوه كانت قصه كده يعني. بس المهم كان في صدمه حضاريه بين المدينتين، بين خيزي او بين الجنن او جنجو او كل الاماكن احنا لفينا فيها اول يومين بتاع الاماكن اللي احنا نطينا عليها يعني. كان في صدمه حضاريه بين الاماكن دي وبين بقى ان هو يروح جوانزو. فده اصلا احنا اصلا كنا رايحين وقت قريب من كانتون فير كمان. تحس ان القطر اخدنا في حته ثانيه بره الصين. تلاقي اصلا الصينيين المصريين او العرب او الاجانب عموما اكتر اصلا من الصينيين. فتخش تلاقي واحد بيقول السلام عليكم وتفطر فيه طعميه عادي والدنيا خلص. احنا فين؟ احنا في مصر. فكان عندهم صدمه. وفي نفس الوقت بقى تعجبت ان هم مش عاجبهم، لا عايزين نرجع هناك تاني. ليه ترجع تاني؟ ليه مفيش اكل هناك؟ مفيش حاجه. ايوه بس الاكسبيرينس مختلفه عن اللي اخدتها في البتاع. هي ميزتها كده انت فرحتك وانبساطك بالموضوع وحسيت ان انت في مكان مختلف فده كله كان مخليك منفصل عن الواقع اللي انت عايش فيه هنا في مصر. فاحساسك ان انت فعلا خدت تجربه كامله مختلفه. جوانزو تحس انت بني رجعت ادمين باماكن بشكل بخضره بشوارع بعربيات بكل التفاصيل اللي حواليك تقول لك ان انت في مكان مختلف. انما ده في جوانزو حسيت احنا رجعنا صح. وجوانزو زحمه بس فيها اكل. فيها اكل يا جدعان. هقول لك فيها اكل حلو والله. ما فيهاش عربيات. لا هي فيها عربيات بس جوانزو زحمه، جوها زحمه. مش هتعرف حتى في الدرايف تيست احنا جربنا حاجات في جوانزو صعبه. الدرايف تيست حتى في جوانزو مش عارف مش هتنبسط بيه زي ما مش عارف. لا احنا عملناه هناك اصلا ما بتعملش. ايوه اللي احنا عملناه بالظبط بقى كنا بدريفت بالعربيات يا جماعه حرفيا. كنا بدريفت العربيه كان لذيذ قوي. بس جوانزو حلو لازم اعدي على جوانزو. احنا بس اشترينا منها الحاجات هي بس جوانزو حلوه في الشراء. بس جوانزو حلو. لا جوانزو بس توبه ما خلالكش حاجه. خلاص بقى تحرقش توبه. ماشي. سؤال مين؟ عليا انا بقى. علي بقى شوف. طب هو من ال 15 يوم اللي انا قضيتهم ماشي انا في يوم معلم معايا. فاكيد كل واحد فيكم بكامل التجربه حلوه قوي وكله اتبسط بيها. بس اكيد في يوم كده معلق معاك لان في تفصيله مختلفه، في احساس مختلف، في حاجه مختلفه حصلت لك. يوم اكيد في يوم في حاجه كده كنت مبسوط، كنت شفت حاجه مختلفه، عملت حاجه مختلفه نفسك تتكرر تاني حتى لو هتحصل. يعني انا عندي رد للسؤال ده ومش
بس مش هقول لكم لما تقولوا انتوا حمدي بقى. الاول يوم نبتدي بحمدي. مش عارف انا هو مش يوم الصراحه، هو كتير، فمش عارف اعدي بيوم واحد. يعني اقول يوم او اتنين يعني بس يعني منهم يوم المعرض في شنغهاي، لا كانت بتاع اول كانتون معرض فير؟ مع عربيات، لا غير كانتون فير. شنغهاي شو شنغهاي ما شو. حضرت ما خلاص بقى خلاص معلش فكان انا عم مش هينفع كده. ممكن ما تقوليش الحاجات اللي تحرق الدم دي لو سمحتوا. كان يوم مختلف صراحه، كان اول مره احضر معرض عربيات بجد. لا وعالمي حاجه من حاجة عالمية. توب يعني حاجه من اهم ممكن المعارض لا تقفلوا على الموضوع ده عشان ابتديت اتضايق. معرض جامد جدا وفات شد عليه ده انا كنت فاكر كان نفسي اصلا اجل وعمالين نفكر ونفسي اظبط طلعتي كنا على بنحاول شنغهاي. نظبطها. انا ما حضرتش معارض بالشكل ده قبل كده يعني. دي كانت اول مره نحضر برضه احنا حاجه تقريبا بالليفل ده. خلاص انا كل اللي انا هقوله بقى ده كده ما يجيش حاجه في اللي انت قلته خلاص لان انا اصلا مش فاكر، انا مش فاكر يوم. طب فكرني كده. الشنغهاي شو لا فكرني بيوم مميز. يوم مميز عندك، كان غير شنغهاي في ايام شنزن. كل كلامه هيجي. ماشي كمل ايه في جديد ان شاء الله نعملها المره الجايه. يوم شنزن انا كان نفسي اروح شنزن اول تفتكر. الدرون كانت فين؟ كانت في شنزن. في شنزن لا بس احنا جربنا درونز لا يا باشا الدرون بتاع بتاع بني بيجي. ادمين. ماشي كمل درون مش هسألكوا تاني. انا ليه اسال السؤال ده؟ الدرون بتاع بني ادمين. انا نفسي كنا انقص كويسين. درايف درون. يا دي حقيقة. انا نفسي يعني لو رحنا السنه دي او السنه اللي بعدها نزيد درايف درون. ما اعرفش هطلع عايش ولا لا بس يعني ان شاء الله. اللي هي بتاعت اكسبينج والحاجات دي يعني. في شنجان عامله واحده. شنجان كمان عامله واحده. ايوه مصار فيها دي وبتاعت اكسبينج اكسبينج دي اللي شفتها. شاوبينج وشنجان. ماشي لا ما تقولش انت بقى كده خلاص كفايه الحمد لله. هقفل على السؤال ده. طب قول انت قول. ايه اليوم؟ لا، مش قايل. انتوا خلاص حرقتوا لي كل حاجه. قولوا خلاص حصل خير. ماشي ملوش معنى اصلا بعد اللي قاله. لما كانش في تجربة دي انت كان يومك فيه حاجات. اليوم فاكر لما كان عندك اجتماع عمل اجتماع شغل وقعدت وكنت قاعد معاكم فلقيت نفسي هقعد اعمل ايه ما فاهم. ايوه انتوا بتتكلموا مش هعمل حاجه. كنا فين؟ كنا في جن خزي. كنا في خزي. كنا احنا قاعدين مع المورد في اجتماع. كنت وانا كنت شغال على الفيديو وكان علي كان فاضي، فقعدت لي معاك شويه كده. بعد كده لقيت نفسي هعمل ايه طب ما يعني يوم ارك فوكس. يوم ارك فوكس. يوم افتكرت. فالمهم انا سبت اسلام. قلت له يا اسلام لا انا مش هقعد هتمشى كده هعمل اي حاجه. فاخدت منه باسبور. انا ما كنتش بقى لا بشيلش حاجه معايا يعني. فاخدت منه الباسبور قال لي خد الرخصه. قلت له هعمل بيها ايه يعني انا الناس هنا لا بيتكلموا انجلش ولا فيش يعني اشتغل بلغه الاشارات يعني. فقال لي انت بس خلي معاك الباسبور. خليت معايا الباسبور وطلعت اتمشى كده. قلت اشوف الدنيا ايه اتفرج. عديت على التوكيل بتاع ارك فوكس. بعد كده رحت شاري اي كار. فدخلت ابص على العربيه. فالمهم لما دخلت هم فهموا طبعا ان انا مش شكلهم ولا حاجه. اكيد بقى. ابتدوا يشوفوا لي بقى مين اشطر حد عندهم في الانجليش. جابوا لي بنت كده جت قعدت معايا في العربيه. هي كان اخرها جود مورنينج بس. وبقيه الحاجه اشارات. بقيه الحاجه فعلا اشارات حلوه. اشاور لها. لا مش اصلا الصينيين كلهم شكل بعض يعني. يعني حلوه ولا وحشه؟ لا مش حلو. يعني كلهم وحشين كده. لا في حلوين. طيب اقص الحته دي ولا ننزلها؟ لا نزلها ماشي. قلبه فيه قلبه واقع. المهم ايه بقى. فقعدت دخلت دي قعدت تتكلم معايا بس قالت لي الكلمتين دول. وبقيه الكلام بقى اللي هي عارفه توصل لغتي ولا. فقلت ايه هو الحاله ايه بقى في حاله زي دي. انا هشتغل اشارات. ما انت ما فيش بقى هنشتغل اشارات. فبشاور لها حتى على الزرار ده واعمل لها كده. يعني خلاص. بعد كده اكتشفت بقى ان انا كنت ناسي بقى. ما انت الموضوع مختلف. رحت جاي مطلع الموبايل وترجمت لها بقول لها ده عشان ايه. فابتدينا هنا نوعا ما نتواصل. لقيتها بتقول لي ايه طب تحب تعمل تيست درايف. ده طبعا بالترجمه يعني انا مش هنضيعش بقى وقت الحكايه في الموضوع ده. فقلت لها انا معيش الرخصه. قالت لي انا واثقه فيك. ايه ده والله العظيم. ايه قلت لها طب استني ما اجيب الرخصه. قالت لي لا انا واثقه فيك تعالى نطلع نجرب. معلش انا طب كمل. طب ماشي انت هتنسى. لا كمل. المهم خدنا الشاري اعتقد كانت اللي هي الفي 23 اسمها ولا اسمها. ايوه هي المدوره. ايوه بالظبط. لان كنا احنا جربنا قبلها. قلت لها انا جربت دي فعايز اجرب دي اشوف. خدنا العربيه وطلعنا. قالت لي بقى تعالى انزل جرب. قلت لها ماليش. قالت لي لا تمام. خدت العربيه وقعدت تقول لي بقى بص دي هورس باور. انا شفت الحاجات الهورس باور دي مش هورس باور. المهم خلصنا. لقيتها بعد كده في الاخر شافتني بشرب سجاير. جابت لي علبه سجاير كده وقالت لي بقى فخر الصناعه الصينيه يعني حاجه زي كده. بس كانت سجاير حمرا كده صح؟ ايوه انا عارف. انا اي حاجه خلصت ده. وانا مش عارف السجاير. انا مش عارف السجاير على فكره. بس هم اي حاجه هناك عايزين يبهوا بيها بيعملوا السجاير دي والله. هم هناك اللون الاحمر عندهم اي حاجه هم عايزين يعملوها توب حمرا حاجه كده. ففكره ان انا اصلا خارج ومعيش بتاع. انت فاكر احنا كل حاجه كان لازم نمضي وياخدوا يصوروا. كان في عربيات ما كانوش راضيين يخلونا نسوقها. انا خارج اصلا من الرخصه ولا اي حاجه وخلوني اسوق. فاحساسك ان انت عملت حاجه مختلفه وحاجه جديده. خلصنا كده. لا ما خلصناش.
سبتها ومشيت وطلعت اتمشى، لقيت توكيل ارك فوكس داخل. ببص كده من بعيد، انا قلت مش هخش خلاص يعني خلاص انا مترجم اصلا يعني، قلت دي فلت اللي حصل ده فلت اكيد مش هتكرر تاني. فلقيت ناس واقفين تعالى وطلعوا جابوني وانا بعيد اصلا عن المعرض يعني، انا كنت ايه على الرصيف الناحيه الثانيه من الشارع. دخلنا لقيت ناس بتعمل ايه، كانت الارك فوكس اللي هي نزلت مصر دلوقتي اللي هي السيدان دي اسمها ايه، كانت لسه نازله الفا حاجه تقريبا، مش فاكر، هي عربيه سيدان كده وكانت مش يعني فاكر اسمها تقريبا اعلى حاجه عندهم يعني موجوده. فدخلت عليهم جوه لقيت واحد ايه حاطط جويستيك في العربيه، وكان غالبا بيلعبوا اسفلت. في الشغل. جولي في حتتي. دخلت مسكت الجويستيك وقعدت العب كده. يعني في بقى 360 بيتعمل بالعربيه، فانا ما بعملش ده عشان ابهرهم، انا بعمل ده عشان اطلع الاول. ايوه جابوا لي برضو نفس الفكره، راحوا جابوا اكتر واحد فيهم بيفهم في الانجليش، بس ده بصراحه كان احسن يعني من البنت الحمد لله. بكتير في جدا. لا بيتكلم انجليش بقى. في تطور. نزل قاعد جنبي، كل ما اعمل اي حاجه من الحاجات دي فاتح بقه. اول ما خلصنا كده قال لي تعالى خليك نعمل حاجه تبسطك قوي. خدنا مفتاح العربيه وطلعنا. يا عم انا معيش رخصه. قال لي لا ما تقلقش، انا عملت اللي ما عملتوش بعربيتي ويمكن ما اعملوش في حياتي تاني بالعربيه الارك فوكس دي، ريفرزات وخمسات و250 وغرز وكل حاجه، لدرجه ان هو نزل رجع مني في الاخر العربيه يعني بعد اللي عملته هو نزل رجع مني. انا معايا فيديو والله في كده. بس اصحاب بقى طب يعني كان بيسال عليكم، طب انت والله العظيم كان عايز يوصلنا للقطر، ما كان عارف ان في اليوم ده هنمشي. ايوه كنا مسافرين. كان عايز طب تعالوا اوديكم، ويبعت لي على الويت شات وتعالى وكلم بنته معايا وقعد يصورها ونتصور مع بعض وكلمنا فيديو. بس رجعت بقى انا عملت حاجه لا من غير رخصه ولا حاجه ومشي كده. ده كان يوم علامه يعني، عارف خلاك نفسيتك مختلفه، غيرت ما يتنسيش خالص. بس بعد ايه بقى هيساوي ايه في اللي انت قلته. رحت شنغهاي شو ورحت ايه تاني ورحت شنزن. الحاجتين دي كان نفسي اعملهم جدا. المره الجايه ان شاء الله. طيب انا عايز اقول لكم حاجتين، موقفين يعني ايه لذاذ قوي للشندي حمدي والشندي علي. طبعا الشندي حمدي كانوا يعملوا ليه يعني كل ما حد يشوفه هناك وبالاخص الستات يعني مفيش بنت تقريبا شفناها غير لما تبقى متنحه كده وبص على شعرها. فكان عليه اقبال تاريخي يعني، الحمد لله احنا رجعنا بيه يعني، حمدي بالذات كان عليه اقبال تاريخي. رحنا مره فرع من فروع ليوبارد كنا بنتفرج على ليوبارد 5 ماشي، كنا عاملين اوردر لكذا عربيه، فكنا بنتفرج على عربيه من العربيات ونصور شويه الوان وبتاع العمال. ففاكر ان دول الست اللي من جوه دي اللي انت كنت معانا؟ لا كنت معاكم في ليوبارد. ليوبارد؟ كنت مشيت؟ لا كنت مشيت خلاص. لا بس في ليوبارد طلعنا جربنا. لا كان مع الست دي. الست دي فراحوا برضو نادوا الست الجميله بتتكلم انجليزي، يعني مش اعلى واحده في المكان بس هي الوحيده اللي عندها شويه انجليزي يعني. المهم فراحوا نادوا لها وبتاع، فجت يعني صينيه ماشي ما اختلفناش، بس ادائها غريب يعني. ما تقول انت مصطنعه جدا كانت، اتيتيود يخوف يعني. فاهمه هلو بنت خالته. ايوه المهم فجت وبتاع، فهم واحنا ماشيين فكان معانا حد من الموردين فقالت له عايزه رقمكم، فهو بقى ما اعرفش الصينيين فاهمين بعض ولا ايه، قال لها انا عايز رقمنا كلنا، قلت له عايز الرقم ده. عايز الاكونت بتاع ده، عايز وشات ومؤاخذه. راح مديها الويت شات ماشي. لا بتكمل انت. لا بتكسب الصراحه. راح مديها الويت شات بتاعه وخلاص، ورجعنا الفندق عادي. كل شويه تبعت له انت فطرت اتغديت لا بسرعه دي صليت العصر. هو كل شويه تبعت له تقول له انت ايه عايز تعالى نروح نتغدى نتعشى مع بعض. فالمهم كان في فويس اوفيسات انا مش هنساه بقى ايه، ما تبعت له هلو حمتي هلو حمتي عايزين ناخد دينر، عايزين ناخد لانش. والست كانت يعني معذبهم انت في السن. الحمد لله. مره من المرات كنا في جوانزو، ففي هناك في جوانزو في المولات اللي بيلفوا بالسبراي بتاع الكوتشيات ده، باع الجاهلين دول بيلفوا بسبراي ينظف الكوتشي، يلفوا بسبراي ينظف الكوتشي. انا فاكر في يوم برضو اتعمل فيها كده حركه كده، هبحكي لكم لا حركه ياسر بس. فبي بنوته كده يعني طفله، والله مش طفله لا يعني شابه لسه شابه صغيره يعني، مثلا ممكن نقول 16 17 سنه بالكتير تقريبا. ما بيبانش عليهم كده بس المهم يعني حاجه في رينج 16 17 سنه كده. فجت عايزه تعمل له، هم هناك بيرشوا السبراي على الكوتشي ويمسحوه. ده سيرفيس كده، حاجه شبه السايس عندنا، يمسح لك الازاز او يمسح لك يعني الكوتشي وتدي له فلوس او تشتري البرودكت بتاعه. بخيخ كده فيهم بصابون بيضحكوا عليهم وبيبيعوا لنا. المهم
فجت واحده عايزه تمسحها، احنا طبعا كل شويه نو 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 هو لا، سؤال بس مش عايزين أنا مش آسف عايزين مش عايزين. لمقاطعتك يعني. هو الحاجات دي انت كنت هتسالنا فيها فعلا ولا جت لا. ولا انت ناوي تزنقنا؟ الحاجات دي كلها انا ما تتخضوش، لقيتوا حاجه اغرب من كده. هو بياخد من كده. فكل شويه نو 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 لحد ما خلاص هي لفتها وسابته ومشيت، وبعديها بدقيقتين راحت جايه واخدها بالحضن. طبعا مش بالحضن اللي فاكره، بس حضن بتاع فاكر احمد شيبه ولا علاء طلق سيدنا راضين عليك، عارف الحضن ده اللي هو بالوسط ايوه ده، ايوه راحت واخداك. هيبان لكم مين؟ اوعى يا وليه يا وليه اوعى. ده حمدي يعني، ده كان خاربها في الصين بصراحه، بس مش هنقول لحد بقى عشان دي حاجه تعيب في سر وبتاع. اما بقى شولي علي، ايوه كنا فين؟ في جوانزو، في كوانزو، في الفندق بتاع عصير قصب صح؟ فندق عصير الأصفر. في يوم انا كنت في بي دي وبشوف قطع غيار، انا فاكر اليوم ده لفيت على فرعين 3 كده وسبتك انت في حته، مش كنت تجيب حاجه تقريبا للاولاد او بتاع. كنت المهم رجعت لقيته بيتخطب تقريبا. انا رجعت لقيته انت فين يا عم؟ قال لي انا بشتري مش عارف حاجات حاجات كان كوزماتكس عندي حاجات بنتين فكانوا cosmetics. عايزين حاجات كوزماتكس وحاجات كده اسلام بقى عارف المكان نزلني فنزلت قلت لهم المكان ده هتلاقي فيه ان شاء الله انت عايز يعني. فرجعت لقيته بيقول لي في ست طيبه او حاجه جوه عرفتني على بنتها. وقاعدين وعايش حياته، ورحت لقيته قاعد هناك يعني. هم اللي على فكره مش بيعمل هم اللي shopping. جابوا لي الحاجات اللي انا عايزها، وجابوا لك انت عايزه، هم يعني مش بس كانوا معجبين بيك. ايوه انت بتعترف؟ أيوة. انا قلت لك لا، انا لا، ما بيهزرش. هنعمل ايه من عند ربنا في حب الناس. لا ده رئيس الست يعني. احنا قعدت قد ايه هناك؟ انت سبتني قد ايه؟ ساعتين 3. قعدت الف على كام محل كده وعمال بقى طبعا برضو مش عارفين نوصل. بتلاقي في ناس بتتكلم انجلش بس انا مش فاهم في الحاجه دي اصلا اي حاجه. ما والبنات عندي عاملين احنا يا باشا الحاجات اللي فاهمين فيها بنجيبها بالعافيه. والله العظيم. فرحت قعدت الف على كذا محل، جبت حاجه او 2. بعد كده وصلت المحل ده انا مش عارف بقى، قلت اجيب لهم اي حاجه بقى يعني. فانا دخلت المحل ان هو ايه المفروض ان المحل بتاع انا فهمت من اللي معروض ده الحاجه اللي احنا عايزينها. دي دوافر اللي بتتركب شكلها كده يعني. فدخلت سالت طب الوان ايه، قعدت تعرض عليها حاجات ومش عارف ايه، وخدت الويتشات عشان تبعت لي الحاجات اللي طب انت كل حاجه معروضه يعني بس ما علقتش عادي يعني. قلت تبعت لي الحاجه عشان ابعتها له. خلصنا الحاجات دي في الاخر استقريت هاخد حاجه. شويه بقى لقيتها ايه، جابت مامتها يعني بالظبط في 10 دقائق قعدت تعلمني الارقام بالصيني كله، وسمع بقى وراها والموضوع ضحك وناس، وجابت بنت خالتها وقصه يعني. انا حسيت ان بتخطب دلوقتي. طب يا جماعه استنوا لما اجي السنه الجايه هبقى ليا بيت هنا. فبعد كده ايه وقعدنا نتكلم بقى. بعد كده قعدت تقول لي بقى توريني صور في جوانزو وانت لازم تخرج هنا، طب ما تعالى نخرجك ونوديك كذا، طب مش عارف ايه، طب انت اكلته فين، فاهم؟ والله طب انا معايا اصحابي وجايين وعايز اخلص. لا فكك تعالى معايا انا عايزاك. 10 دقائق او قعدنا نص ساعه مامتها قعدت تعلمني الحروف الصيني كلها. انا مش فاكر منها حاجه طبعا، بس كان الموضوع ضحك مش طبيعي. بس شويه بقى بعد كده لقيتها بقى ايه قعدت تصور معانا وحاجات، بعتت لي حاجات على الواتشات وقعدت تكلمني حتى بعد ما رجعت مصر لمده شهر تقريبا، تبعت لي حاجات على الواتشات. انت فاكر كنا بنصور فاكر يوم كنا بنصور النيسان الان 7 انت كنت مشيت برضه معلش بقى خلاص. يعني انا كل اقول لك كنت مشيت هتزعل. كنت موجود وعامل نفسي ماشي انت كنت موجود بس كنت قاعد جوه بتشرب اي حاجه. ماشي. واحنا بره كنا بنصور الصوره في الاخر خالص. فاحنا بنصور لقينا بنتين صينيين واقفين ورانا ومعاهم حاج وحاجه كده وابوهم وامهم. فبنتين اللي زي يعني بنتين في سننا. ماشي. فلقيتهم جايين ومستنينا. فاحنا ايه راحت واحده منهم كان في واحده بتتكلم انجليزي او فاتحه ترانزيت، تحسهم كده مودرن شويه. بعدين ممكن نصور معاكم؟ يا سلام تعالي يا حاج. فاكر محمد النيدي يقول لك ما بيحصلش في مصر ما بيحصلش في مصر ليه ده. فلو مصريين هناك طب انا معلش انا موقف بلاش. احنا في سؤال سالناه بس ممكن نشوف ايه اللي ما عملتوش في الصين كان نفسك تعمله ما عملتوش يعني انت رحت مرتين. انت اكيد انت عارف انت لو قلت لي ما عملتش حاجه هزعل منك قوي. ما هو ما نفسك انت لسه بعد والله انا لسه انا نفسي في درون. انا عايز اعمل درايف تيست درون. انت كان نفسك تعمل هي فعلا فكره. لا يعني شفت حلوه صح؟ اجابه غير متوقعه. لا بس انا عندي حاجات اكتر من كده كتير. لا انا راضي. ما انت راجل قعدت رحت مرتين ومره ثانيه قعدت 60. لا الا الله. لا الا الله يا عم. فطبيعي انت يبقى عندك حاجه. لا انا عايز اعمل درايف تيست درون. بس درون انت راكب يعني. ايوه طبعا درون. بس احنا جربنا الاكس بينج شوبينج ولا من شانجان. انا عندي هو راي غريب شويه عشان انا كنت في عربيات ما جربناهاش بس كانت عربيات غريبه شويه يعني مش هنشوفها نادرا ما هنشوفها في بلدنا يعني. ازاي حاجات زي بتاعت هيما ستيلات احنا رحنا شفنا بروجكتورات وحاجات غريبه جدا. الحاجات اللي ما دورناش فيهم لسه. احنا ما كانش عندنا وقت اصلا. في ايه احنا كنا يعني ما لحقناش بقى بس اكيد كان هيبقى ليهم يعني.
الناس هناك بصراحه لطاف طب وانت وجمال. ايه؟ انا لا كتير بقى، يعني مثلا درونز. كان نفسي اشوف الاماكن، اعد بقى، لا استنوا انتوا تسيبوا لي الحلقه. درونز وفي اماكن اصلا سياحه احنا ما رحناش. لا احنا ما رحناش سياحه خالص تقريبا. يعني انا لما كنت فاكر البنت اللي كنت بقول لك عليها بتاعت السجاير دي، قعدت تقول لي بقى انت، طب انت هنا لازم تروح كذا، وكان في جنينه هناك كده بيقولوا عليها كل الصينيين بيجوها في الفتره اللي احنا كنا فيها بتاعت مش كانت في جنن بتاعت الزهور دي. دي كانت عند كانت بتحكي لي عليها حاجات غريبه جدا. في خزه في خزي خزة. بقول لك ان كل الصينيين بيجوها ودي قريبه. قعدت تقول لي دي قريبه، نروح المكان ده. احنا ما رحناش اماكن اصلا يعني احنا ما رحناش للسياحه صح. يعني في ولا المدينه اللي هي كلها فوق بعضها دي، مش عارف في وسط مش فاكر اسمها، صعب قوي. حاجه كده. لا ايو دي كلها مصريين، ده موضوع تاني. اللي بتقول عليه اسمها حاجه تشينجا لا حاجه في نص الصين كده. كان نفسي اروح المكان ده ما رحناهوش. مش فاكر والله. نفسي كان اشوف الحاجات بتاعت التكنولوجيا اكتر. لا سيبني بقى. اول طياره يا جدعان، اول طياره للشين دي عاليه يا جدعان. طيب ايه الحاجه اللي كان نفسكم تاخدها معاكم وانتوا راجعين؟ اقول لك انت الكلمه الشهيره بتاعتي بقى. انا كان نفسي يبقى عارف، شفتوا يا جماعه الحاجات اللي هي بتاعت الانت مان دي، يبقى معايا جهاز كده اصغر العربيه احطها في جيبي، اطلع في مصر اكبرها تاني. كان نفسي مثلا يبقى عندي 10 15 عربيه من هناك، اقعد اصغر العربيه واجي في مصر هنا اكبرها تبقى معايا. قال لي الفكره دي كتير قوي، قلت له مش هعرف الخصها. مش عارف انا بتتعمل اصل هم قادرين ولا حاجه. افترض ان كل ده حصل، مش هسمع الخصها يا ريس. يعني والله العظيم كتير قوي. هي كل عربيات تقريبا، هي حاجات قليله قوي اللي ما عجبتناش يعني. تقريبا. بس عادي، هو حتى لو ما احنا عجبناش، سوقنا اللي عجبنا ولا مش احنا عجبنا. لو معانا الجهاز اللي بيصغر ده هنجي ناخد اي حاجه كده عجبتنا ما عجبتناش، انا هاخد اي حاجه. ايه تاني الموجود كله هناخده. كان تاني يعني. لا حاجه بجد بقى. حاجه بجد. مارفل. حاجه بجد. لا في حاجات كتير قوي. حاجات هي الحاجات بقى الخاصه بالحاجات بتاعه التكنولوجي بقى، واللابات والافكار بتاعه الكاميرات والدرونز الصغيره. يعني حاجات كتير قوي يعني. بس يعني هي مش حاجه بعينها يعني، ما اقدرش اقول حاجه بعينها. حاجات عندهم انت كل ما بتمشي بتشوف حاجات انت ما تعرفش انها موجوده. ايوه حقيقي فعلا. مش هقول لك ان انت بتحلم انها تبقى انت مش عارف انها موجوده اصلا. اكتشف في حاجات موجوده جديده فعلا. انا كنت عايز ارجع بتوبه. الراجل ده جابها من اصلا. حد يحكي لنا توباو، حد يحكي الناس توباو يا جدعان. حد يحكي لنا عن توباو. هقول لك من الحاجات اللي فاجئتني في توباو، احنا لما بتيجي هنا تطلب حاجه مثلا. ايه توباو اصلا؟ توباو ده حاجه عامله زي امازون كده بس في الصين. بس يعني هديكم مثال خالص يا جدعان. هديكم مثال يعني. انت طبيعي ان انت هناك في سكان كده بتسكان حاجه، تقول له انا عايز الحاجه دي، فيقول لك دي شكلها كده. احنا عملنا سكان لتونا سانشاين لانها كنا بنعمل سكان لشكلنا نشوف فيه. عارف دي جت ازاي؟ احنا كنا بنعمل سكان لشويه برودكتس، شويه حاجات عشان نجيب زيها. فكان في علبه جبنه تقريبا دومتي على فكره، كانت دومتي، كانت علبه جبنه دومتي. لا وسانشاين لا بس هي سانشاين. هي جت في دومتي. لا جت في اول مره في دومتي. انا ماسك التليفون وبس كان حاجه تانية بالغلط اصلا. شافها من هو شاف الدومتي، لقيته جايب دومتي في الصين. احنا بناخد معانا شويه جبن وشويه حاجات، لقيت دومتي هناك اصلا. طب دومتي في الصين، جربنا اي برودكت بعد كده من الحاجات اللي قلنا نشوف لقيناها موجود. كمل توباو. وفكره ان انت الحاجه ممكن تبقى جايه لك من حاجه مثلا مسافه 2000 3000 كيلو ولا حاجه، وتلاقيها توصل لك خلال 3 ايام. كتير. والغريب جدا الامان اللي هناك ده. انت فاكر حاجات بتجيلنا وتتحط في ستاند. انا شفت حاجه من سنه 24 بقى لها سنه في المكان ده، ما حدش جه مثلا بوكس بتاع حد. هو ده كان مفاجئ بصراحه بالنسبه لي، كنتش متوقع قوي كده يعني. وفكره انت الحاجه هي فين وراحت فين، حاجه عامله زي GPS كده. انت اكيد عارف شفتها. العربيه وهي بتتحرك، هي بقت هنا بقت هنا بقت هنا. لا احنا كنا بنتراك يعني. انا في حاجات، بصوا انا من الناس اللي لو طالب حاجه عايزها قوي، انا بفضل قاعد فاتح التليفون وقاعد كده مستنيه. طبعا امازون والحاجات بتاعتنا او الحاجات الغربيه بتعذبنا إيه؟ يعني. ايه اتشحنت. ايوه تحسوا كده موظف بشنب بيزعق كده، لك ايه اتشحنت يابا ما تصدعناش. بقول لك ايه وصلت المينا فكده. هم هناك لا يعني احنا وانس ان المنتج اتشحن او طلع من يعني خلاص اسمه ايه ده، من الديلر طلعه او ده الشركه الشحن، بيطلع لك على الاب على توباو ان هو موجود في تراك او في عربيه. بعد كده بيوصل لاقرب مركز توزيع، يطلع بعديها على سكوتر. فوانس هو طلع على سكوتر بيطلع لك رقم السكوتر ورقم الراجل وهو ماشي، وظلك كل بقى هو في ماب هو بيمشي كل يوم. يعني انا انام اصحى لو نمت ساعتين وصحيت تبص تلاقي العربيه اتحركت من هنا لهنا. فموضوع في اكسبيرينس تجربه مختلفه. بلس بقى في حاجه مهمه قوي او لذيذه قوي لو تفتكر، احنا كان ممكن نطلب حاجه ب2 يوان وتلاقيها على 2 يوان ده على 15 جنيه او اقل. بس ماشي. احبطتني في مره بصراحة. وتلاقيها فري، شحنها فري من على بعد 2000 كيلو، وترجعها فري وتاخد فلوس.
ده كان شيء بالنسبه لي رهيب يعني. لا اي حاجه انت يمكن هو حاجه عاديه بس بالنسبه لي غريب يعني. هو مش حاجه عاديه، ما اعرفش في حد لا. بيعمل كده. هو لا هم مش لا انا بتكلم ان هو مش حاجه عاديه. صح. ايوه هو هو مفيش مش حد حاجه بيعمل عاديه. كده اعتقد يعني. انت بتقول ان هو حاجه عاديه، ممكن تبقى حاجه عاديه. عند ما حد اعتقدش تاني، إنها ما حاجة اعرفش. عادية ما خالص. اعتقدش خالص دي حاجه طبيعيه يعني. ده حاجه ده لا شيء هم مش طبيعيين abnormal بصراحه. خالص يعني. انت لو ما عرفتش توصل لاي حاجه هناك توهها جبالك. بالظبط. احنا يعني كده ضيعنا ايا كان ايه هو سر الموضوع. كان كل ما حاجة تضيعش موجودة، نفسك تقعد كل تلف على اماكن وحاجات هو ده سر المهنه واسعار ارخص غالبا. على طول. هم ما انت كتير. فاكر انت احبطتني امتى؟ لما نزلنا نجيب الايربودز دي، وانا بقى كان نفسي اعرف بقى فاصل. انا ما بعرفش افاصل. اول فقلت بقى اتصال هناك صحيح ده كان انا ما بعرفش افصل اصلا في حياتي يعني. والله دي بجنيه، خد الجنيه اهو. طب خلاص والله ما يا ده اخرها، بس دي الكلمه بتاعتي الشهيره طب انا احكي لكم حوار الفصال ده بس. طيب قصه الفصال بقى، مم. انت وضعك ايه في الفصال؟ ما انا بعرف. يعني انا ما بعرفش افاصل، ولا انا. بس فاصل في الصين يعني. انا في كده. انا فاكر يعني انا في مصر ما بعرفش افاصل يعني. انا لو حاجات اليوميه دي ما بعرفش افاصل يعني. مثلا بشتري حاجه ب 10 جنيه الشغف بيجيلك. مش هقول له 7.5، مش حاجه 15 مش هقول له 10. في الحاجات اللي مش غاليه ما بعرفش افاصل. ممكن بحس ان الناس بيصعبوا عليا، مصريين زي بعض فاهم. ممكن هناك الشيطان بيركب. مفيش. انت لو تفتكر هناك الفصال بالنص. ده فعلا. يعني الفصال في الصين ده فعلا. بالنص وانت مرتاح. وما اعرفش انا بيجي لي قلب اعمل كده ازاي. انا مستحيل اعمل كده في مصر لا انا ما بعرفش افصل اصلا نهائي. انا ما بعرفش. بس انا الصين لا. كبيره قوي كلمه كده واحده ده اخرها خلاص. اخرها ماشي يا عم يلا. ايوه بالظبط. اللي هو جاي منه جاي مش جاي خلاص اتكل على الله. انما في الصين انا بحافظ كلمه من سنتين اللي فاتوا. لو هي تايجويلا. تاجويلا والله صح. تايجويلا ده يعني ايه؟ قلناها كتير لما اتعلمنا. يعني تقول لها بكام يا حاجه بتاع دي؟ تقول لك مثلا ب 50 يوان. تقول لها تايجويلا. بس لازم تقولها بالطريقه دي. تايجويلا غاليه 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 قوي فاهم. فتروح الست حاجه من الاثنين، يا هتشتمك يعني يا اما هتروح منزل لك السعر. وده بيحصل كتير قوي. احنا كنا بنتشتم اكيد من بننزل ب 30-40%. ما احكي لك بقى الشتيمه اللي جايه اصبر. بينزل السعر 30-40% صح. اوقات كتير قوي بسهوله مع اول تايجويلا. ولو اتحركت خطوتين ممكن ينزل لحد 50%. ده بيحصل من غير تاجويلا اصلا. من غير حاجه خالص. وفي بقى اللي بيقاوح او اللي هي بتبقى حاجه فعلا اوقات رخيصه او ما فيهاش فصال قوي. هتقول له تايجويلا تقول لك 100 جويلا مش غاليه. وتقعد بقى ترطم يا عيني. لما بيشوفوني حد مش صيني بيتكلم اقول تايجويلا بالاداء. انت عارف باداء كده. مش تايجويلا اللي هو بيتعلم، لا تايجويلا كاني مولود هنا يعني. فتروح تقول لك بقى 100 جويلا. تقعد تتكلم ربع ساعه تشرح لي اللي هو بيقول لك يا باشا اللي هو تعرف اقف عليها بكام. عارف انت المصريين تقول له يا باشا غاليه. يقول لك يا باشا ايوه. تقول لك والله يا باشا ما فيهاش حاجه دي اقف عليها ب 2 جنيه يا باشا. يا باشا انا كده خسران. وتقعد يا عيني ترطرط بعديها كلام كتير قوي وانا اسيبها وامشي. بس تايجويلا دي كانت كلمه سريه بصراحه. تايجويلا كانت كلمه يعني سريعة. علمها لي مورد من سنتين. هو اللي علمك تاجويلا دي وانت قافشها عشان هو كان اسعاره تايجويلا. علمها لي تايجويلا دي. كنت بدور على التليفون ساعتها بقى مره هناك. فتايجويلا لحد ما جبت لحد ما بقيت تعرف تفاصل. بعرف فصل. عجبك الموضوع. غير ابتدت من مع تاجويلا. الصينيين. مع الصينيين حلو. تايجويلا حلو مع الصينيين. بالتالي حمدي ما فيش فصال. لا ما فصلتش في حاجات كتير الصراحه. انت فصلت في حاجه اعتقد. كنا بنخش بس اسلام اللي بيفصل. فصلت في ايربودز. ايوه ما انا هناك محتاجنا نفاصل. الصيني بتاعهم. طيب وعشان ما نطولش عليكم اكتر من كده فكفايه قوي الحلقه دي. واستنونا في الحلقه الجايه عشان نكمل رحله الصين الطويله بكل تفاصيلها الجميله دي. السلام عليكم.